وما عمرو عبر على شي رغبه هو منفتح على جميع الاحزاب لحد الساعه. حنا ما كرهناش نستقطبوه يدخل في الصفوف، ولكن لحد الساعه هو عنده شي غلط ديالو والله يوفقه. اللي بغيت نقول لكم هذا الشيء جاي من حاجه وحده، الصحافه مشكوره تدور بعد العمل الحزبي عاشقه المعلومه. الحزب الواحد اللي تيجدد الهياكل ديالو بدون عقده واللي الامين العام ما تيجيش يجلس وينبت هو البان. فلذلك الحزب الواحد اللي يمكن يمشيو في المزايدات هو البان، وهذا يعني حاجه وحده. الزعيم عندنا حنا هو الحزب، ماشي هو الامين العام وماشي هي رئيسه المجلس الوطني. فلذلك ما يمكن لي نشكركم كما معروف علينا. غادي ان شاء الله ننطلقوا بعد الكلمات سيد الامين العام. شالي جنود وعصا جيرة شولي الورد هنايا مراكش جابت 1260 17 حنا عندنا 76 حتى عندنا 66 عندنا 10. كاين الجهه اللي عندها 4 5 بالتالي باش تكون شي جهه فيها جوج راه صعيبه تكون فيها 4 اقاليم. حنا عندنا الاخوان يسعود الاقاليم عندهم شي عام وعندنا 7 اقاليم. طبعا الحضور في اللجنه التحريريه هو حضور تقريبا كيولي ايام 4 ايام يومين جدا في الاسبوع، انما تشتغل انما تشتغل في الشهر. معنا هنا الاخوان ديالنا والاخوات ديالنا اللي عندهم الحضور ديالنا والنوعيه ديال القرى ديال والصعيد ديالنا غادي واحد الاتجاه باش في كل الاقاليم من الجهه حسب بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان لأعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعهم يعني عادي في إطار القانون الأساسي للحزب. هذا الاجتماع طبعا تميز بالعرضين القيمين للسيد رئيس المجلس الوطني والسيد الأمين الجهوي الأمين العام الوطني السي عبد اللطيف الفوهبي. طبعا هذا العرضين وتميز ايضا بمناقشه مستفيضه مع العرضين اللذين قدمهما رئيس اللجنتين المنبثقتين عن المجلس الوطني من طرف كل اعضاء المجلس الوطني الحاضرين. ما ميز ايضا هذا اليوم هو يعني النقاش الواضح والمكاشفه الواضحه بين اعضاء المجلس الوطني وقياده الحزب في الشق المتعلق بالاستمرار في بناء التنظيمي القوي الذي نهجته القياده الحزبيه على المستوى الجهوي، بحيث انه 6 جهات تمت هيكله منظمه نساء الاصاله والمعاصره، وهناك اعدادات يعني في المراحل المتقدمه للايام القليله للمنتخبين هيئه المنتخبين وكذلك منظمه الشبيبه. ولكن الاهم من هذا وذاك طبعا هو مستقبل الحزب في ظل التحالف الحكومي. طبعا وزراء الحزب ابانوا عن مستوى عالي من الالمام بالملفات والتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين في ظل الظروف الصعبه التي طبعا نمر منها كبلد على مستوى الازمه العالميه، حرب اوكرانيا، الجفاف، ارتفاع الاسعار، التضخم، كلها عوامل يعني تصعب من مهام يعني الحكومه. لكن فريقنا على المستوى الحكومي وفي اطار المسؤوليه المتبادله ما بين البرلمان الحزبي الذي يراقب قياده الحزب وكذلك وزراء الحزب وقيادة الحزب والبيانات التي كانت تصدر عن المكتب السياسي للحزب طيلة المدة الفاصلة ما بين الدورتين المجلس الوطني كتعبر على ما يمكنه أن يتدارك الشق المتعلق بالنقاص وبعض الأمور التي يجب أن تصل إلى الحكومة عن طريق البرلمان وعن طريق الوزراء، واللي كيتم تجميعها على مستوى الأقاليم والجماعات والجهات وخاصة توصل للمركز. ايضا اهم قرار كان اليوم طبعا واللي كان فيه التصويت هو احداث اللجنه التحضيريه للمؤتمر الوطني الخامس اللي كان فيها طبعا الهيكله ديالها على مستوى 5 لجان
وكان التصويت طبعا بالاجماع على رئاسه اللجنه التحضيريه بشخص السيد سمير بوزار، وايضا رئاسه اللجان الخمس المنبثقه عن اللجان التحضيريه، بمعنى الباميات والباميين هم على اتم استعداد للذهاب الى المؤتمر في وقته في اطار من الاحترام للقانون الاساسي للحزب، وفي اطار الاحترام القانون التنظيمي للاحزاب السياسيه، وفي اطار التجاوب مع انتظارات المناضلات والمناضلين والتشكيل ديال الدماء ديال الحزب على مستوى القياده الوطنيه وعلى مستوى التعاقدات الجديده مع جيل جديد من الكفاءات التي يزخر بها حزب الاصاله والمعاصره من نساء وشباب ورجال. هذا الحزب الذي يعول عليه كثيرا فيما هو قادم من الاوراش المهيكله التي يقودها جلاله الملك ورفقه باقي الاحزاب السياسيه والقوى الحيه في المملكه المغربيه. لذلك نعتبر ان هذه المحطه ديال اليوم ديال الحزب الوطني هي محطه اساسيه تنظيميه لكي ننطلق فيها للاعداد اللوجستيكي والتنظيمي والمادي والقانوني من اجل مؤتمر وطني خامس ناجح بكل المقاييس، كما انطلقنا من ذلك انطلاقا من المؤتمر الوطني الرابع الذي كان بالجديده. لذلك نعول كثيرا على اراده المناضلات والمناضلين في المساهمه الجيده في كل الاقاليم من اجل ان يكون مؤتمرنا يعني يعكس كل الانتظارات ديال المواطنات والمواطنين، ومن خلالها يعني ومن خلال الحمليه من طرف المناضلات والمناضلين في المؤتمر القادم ان شاء الله. لذلك البام بصحه جيده، البام يتحرك بهدوء، البام يبني نفسه بقوه وبمسؤوليه. نحن حزب المؤسسات ولسنا حزب الاشخاص. مقوله الزعيم انتهت، والان الاساسي والمهم هو حزب المؤسسات. لذلك نود ان نشارك بشكل طبعا جماعي، وهذا ما قمنا به اليوم في هذا التمرين الديمقراطي اللي كيقوي الديمقراطيه الداخليه بين مكونات الحزب. وكنشكروا الصحافه اللي كتتابع، وكانت ابواب المجلس الوطني مفتوحه لكل الصحفيين انهم صاروا وجالوا وسمعوا كل كبيره وصغيره، وهذا كيبين على المناعه اللي صبحت عند الاصاله والمعاصره، وما بقاش اموره فقط في الدهاليز والكواليس. بالعكس، الشان الحزبي الداخلي للحزب هو موضوع يهتم به كل المغاربه، موضوع يهتم به كل الصحفيين طبعا الذين ينقلون الحقيقه والذين لا يقعون في مستنقع بائع الاوهام والسقوط في الكذب.